لما تنجح في أي جانب من جوانب حياتك، دراسية، عملية، مهنية، علمية أو غيرها، هتكون محاط وقتها بشخصيات تانية في حياتك. منهم اللي هيتقبل نجاحك ده في الظاهر ويتقبله من جواه، ومنهم اللي هيتقبل نجاحك ده في الظاهر وهو رافضه من جواه، ومنهم اللي هيرفض نجاحك ده في الظاهر عشان هو رافضه من جواه. نقول كمان حد من جواه قابل نجاحك ومن بره متقبل ده، وحد من جواه مش متقبل نجاحك ومن بره بيدعي ده، وحد جواه وبره لا طايقك ولا طايق نجاحك. ودول 3 مجموعات لازم تكون عارفهم وفاهم طبيعتهم. النوع الأول ده حد متقبل نجاحك ظاهر وباطن، جواه خير ومحب للخير لكل اللي حواليه بما فيهم انت، فرح لنجاحك كأنه نجاحه، ودعالك من قلبه يزيدك منه ربه، فزاد معاك ويمكن زاد عليك. النوع التاني بقى ده شخص هيظهر لك انه قابل نجاحك، بس هو في حقيقته من جواه مش قادر يتقبله، معذور. نجاحك قصاده بيحسسه من وجهة نظره بعجزه، بيحسسه انه اقل منك ومعرفش يكون زيك، بيحسسه علشان هو متخيل انه فاهم ده، بس بيحاول يداريه عنك، بيحاول يظهر لك عكسه، بيحاول يبين لك انه فرحان علشان يعرف يداري سمه، لحد ما يجي الموقف وتحين اللحظة اللي ياخد فيها حقه من وجهة نظره، يقول عليك كلمتين، يتهمك تهمتين، يشكك فيك وفي نجاحك مرة واتنين، المهم ناره تطفي. هو مش قادر يتقبل فكرة انك نجحت وهو لأ، او انك نجحت وهو كان بنجاحك ده احق، بس في نفس الوقت مش قادر يواجهك بده، لان جواه بقايا نور بتخليه شايفك قد ايه تعبت وكافحت، ولساك كويس معاه مش مغرور. ده يمكن اللي بيخليه منور شوية من جواه. النوع التالت بقى ده مربط الفرس، ده اللي مهما نجحت مع كل نجاح ليك كأنه بيتقرص، ومن جواه مش طايقك ولا طايق نجاحك، ومن براه بيهاجمك ويحاربك طول اليوم. ده كمان معذور، مسكين، اضطراب شخصيته عميق، اضطرابه النفسي مخليه مش قادر يتقبل نجاح غيره. سواء هو كان شخص ناجح فانت ما ينفعش تنجح اكتر منه، او كان شخص مش ناجح حتى الان فانت ما ينفعش تنجح قبله، المهم انك ما ينفعش تنجح وخلاص. نجاحك ده لازم يقلل منه، لازم يعيب فيك ويشكك فيك ويقل منك، لان كل ده بيخفف الضغط النفسي عنه. نجاحك بالنسبة له تهديد ليه من وجهة نظره، وجودك ناجح قصاده دي حاجة بتعفرته، بتخليه دايما مشغول بيك وبيتابعك، قصدي بيتتبعك. وده مش زي النوع التاني اللي بيستنى الموقف او الفرصة علشان بسمه ويلدغك. لا يا حبيبي، ده مع شروق كل شمس بيقوم وهو حالف يوقعك، هدف من اهداف حياته انه يفشلك. الغريب انه رغم كل ده هتلاقيه بيحاول يقلدك. اه والله، بس مش هيعرف مهما عمل انه يبقى زيك، لان النجاح مش بس مجهود منك، ده بركة من ربك. وانت نجحت لما كان ربك في قلبك، نجحت عشان ربك كان جنبك. هيفضل النوع ده من الناس كده، وتفضل انت بتهدد بنجاحك ووجوده كده. هو مش هيعترف ولا هيصدق ولا هيتقبل انك نجحت الا لما يقول انك نجحت يا دوب كده وكده. هيحلف وهو كذاب ويقول ده انت يا دوب قد كده. ازاي قدرت تحقق كل ده؟ ربك كريم، ليه حكمة في كده. في نفحة كبيرة من وجود الناس دي في حياتك يا طيب. النفحة الكبيرة في وجود العدة، وجودهم مهم مفيد. اوعاك تزعل من وجود اعداء ليك، اعدائك دول والله العظيم اصحاب فضل عليك. وجودهم حافز دافع انك تفضل مكمل، وجودهم حامي ليك انك متغلطش ابسط غلطة زي الاول. وجود عدو ليك ولنجاحك كفيل انه يخليك تجند كل ملكاتك للخير. عداية لهم فضل علي ومنة، فعندي لهم شكر على نفعهم لي، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الله عني الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وقد نافسوني فاكتسبت المعالية. عرفت بقى ليه يا طيب وجود أعدائك مهم ليك في حياتك؟ ربنا يحميك منهم وينصرك عليهم ويزيدك من نجاحه. ربي أسألك أن تجعل لي غنى لا يطغيني، وأعوذ بك من فقرا وغنى يلهيني. ربي أسألك أن تغنيني غنى أعز به نفسي، وأنشر به معرفتي، وأكرم به ضيفي، وأزيد به من علمي، وأعطي منه غيري، لينجح الكثيرين معي ومن خلالي وبعدي. ربي آمين.